اليوم جبت لكم ميني ملوي مخمار بواحد الطريقه اللي هي سهله وعمليه. دغيا دغيا كتوجدوا بزاف كميه كبيره في وقت وجيز، وكيجي شوفوا ما شاء الله شحال كيجي زوين وراه ساهل وسريع. دغيا دغيا يمكن لكم توجدوه وكيجي لذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. كيجي حسن من كرواسه، حسن من الشنيك، حسن المهم شي حاجه نتاع الزنقه. المهم صايبتوها على يديكم وراه ساهل بزاف بزاف. هنايا كما كتلاحظوا الزلافه التي تعبروا بها الطحين هي التي تعبروا بها السوائل. عندي هنايا جوج زلايف كنعمروهم بحال هكا، ما كنقبوهمش حتى للفم. المهم عامرين ممسوحين بالطحين نتاع الفورس، وزلافه حتى هي عامره بالفينو اللي هي 250 غرام تاع الفينو اللي هو السميد الناعم، وجوج ونص كيلو نتاع الفورس. يعني دائما كنديروا الدوبل نتاع الفورس على الفينو. انا غربلتهم هنايا. غادي نضيفوا الملحه على حساب القياس، كنديروا معلقه صغيره. الا كنتو ديروا المعلقه الصغيره العاديه، انا هاد المعلقه هذه صغيره بزاف، خاصه غير بالعطريه. معلقه كبيره نتاع الزبده اللي هي 30 غرام تقريبا. الزبده دي ندوبها، ما غاديش نخليها بحال هكا مجموعه باش تجيني ساهله ندخلها في العجينه. ومن الاحسن تكون زبده حيوانيه ولا الزبده نتاع العلب. زلافه عامره بالحليب اللي هي 300 غرام او 300 مليلتر. الحليب يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف باش ما يضيعش لنا التفاعل نتاع الخميره. نفس الزلافه غادي نعمروها بالماء. غادي نضيف 2 معالق صغار نتاع خميره الخبز، ديروا هاد المجففه اولا المعجونه، 3 المعالق كبار نتاع السكر سنيده. هاد العجينه هذه كتجي ما بين الحلاوه وما بين الملوحه، ما كتجيش حلوه بزاف وما كتجيش عاود مالحه بزاف. صافي غادي نبقى كنخلط في هاد العجينه هذه، والماء ما كنضيفوهش كله، غادي نبقى كنضيف شويه بشويه وصافي حتى تجمع لي العجينه تكون مرخوفه، ما نقصحوهاش. ما كتبغيش هاد العجينه هذه تكون قاصحه باش تجينا ساهله في الخدمه ويجينا قطني وخفيف. انا غادي نعجنها غير بيديا. اللي عندها العجانه بغات تعجنها في العجانه تعجنها في العجانه. العجينه خاصها تكون بحال هكا مرخوفه كتلصق في اليد باش كيجي معنا هذا الملوي هذا ناجح 100%. انا غادي ندلكها واحد شويه، ضروري مدليكه البنات. هذه كتبغي شويه دليك، ما قلت لكم اللي بغات تعجنها في العجانه تدلكها واحد شويه. اللي ما عندهاش العجانه وما قاداش تدلك غادي ديرها في واحد البلاستيك كتزمت عليها ولا سوبيره واحد ربع ساعه، وترجع بحال هكا تلويها غير واحد شويه تدلكها. صافي راه كتكون طلقات الخيط. انا حيتاش مزروبه عليها يعني ما غاديش نخليها ترتاح. صافي دلكتها مزيان واحد 5 دقائق بحال هكاك. صافي مباشره كنقطعها بحال هكا كريات. انا غادي نديرو كرات كبارين تقريبا، كل وحده فيها شي 200 غرام. الا بغيتو توزنوهم البنات اللي كيبغيو الميزان، انا كندير يعني ميزاني، ولكن كنعطيكم هكا صوره تقريبيه. عطاتني هكا 5 الكريات اللي هما كبيبرين، وكل وحده راني غادي نخرج منها 4 الحبيبات صغارين. كندهنوهم بالزيت باش ما يدرقوش هي ديك القشره، وكنحاول انني نبسطهم بحال هكا باش دغيا دغيا يطلقوا الخيط ما يرتاح، باش دغيا يطلقوا الخيط ما يقعدوش يعني يرتاحوا بزاف. صافي غادي نغطيهم بالسلوفون ونخليهم يرتاحوا. كميه الماء اللي دخلت هي 130 مليلتر اولا 130 غرام من هاد الزلافه الثانيه، يعني غير ربع زلافه اللي دخلت. الا بغيتو تعبروا كتدخلوا كاس قل شي شويه، ما يكونش عامر بزاف حتى للفم الا بغيتو تعبروا بالكاس. صافي كي خليتها ارتاحت واحد 10 دقائق بحال هكاك، راه دغيا دغيا حيتاش العجينه مطلوقه راه ما كتاخذش معنا الوقت، دغيا دغيا كتطلق الخيط. صافي ما نخليوهاش حتى تختمر البنات. هاد العجينه ما كنخليوهاش حتى تختمر، كنخدموها قبل. صافي غادي نطلقها بحال هكا مزيان مزيان. هذه ماشي ضروري انكم ترقوها بزاف حيتاش هذا ملوي مخمار، يعني ماشي تترقوه يبان ليه الخيط، غير كنطلقوه بحال هكا شويه، نديروه على شكل مستطيل. صافي وكنبقى كندهنو بالزبده. الا بغيتو ذوبوها الا كانت عندكم في الثلاجه. اما الا كنتم مخرجينها الثلاجه واخده يعني حراره المطبخ راه كتكون شويه مطلوقه سهله الخدمه. انا كنفضل نخدم بها بحال هكا في هذا الملوي مخمار، كتعطي واحد المذاق زوين. صافي ندهن الوجه كامل كما كتلاحظوا بحال هكا بديك الزبده. كندير واحد الطبقه رقيقه، ما كنكثروش بزاف. هو ما كنديروش مارغرين البنات، ما تخدموش بمارغرين حيت ما غاديش تعطيكم المذاق زوين. هذا اهميته كيتخدم بالزبده، خاصو يجينا المذاق ديالو زوين. خدموا يا بالزبده حيوانيه يا بالزبده نتاع العلب. اللي جاكم رخيص وجاكم قد الميزانيه ديالكم خدموا به. صافي كندير لها بحال هذا الشكل هكا، وعاود كنولي ندهن بالزبده بحال هذا الشكل. صافي من بعد ما غادي ندهنها غادي نروليها على شكل رولو. وفاش كنروليها البنات ما كنزيرش بزاف اللية، كنبقى يعني كنلوي اللية مرخوفه، ما كنبقاش نزيرها بزاف. شوفوا من الاول كنرخفها. صافي وكنمشي معاها بحال هكا، غادي نمشي معاهم كاملين حتى غادي نساليهم.
بعد مباشرة كيما ساليتهم كنشد شي خيط بحال هكا كنقسمها في الوسط. هاد الطريقة هادي ساهلة و عملية، حسن من الموس الخيط دغيا كيقطع لينا. كل وحدة كنخرج منها 4. علاش كنمشي للنص البنات؟ باش كيجيو دوك النصوصا متقادين، وعاوتاني كتمشي للنص باش كيجيو الحبيبات كاملين تقريبا تقادة. بالنسبة للخيط شوفوا كي كندير له كنكروشيه وصافي كنجبد يعني وصافي. هاد الطريقة ساهلة وعملية. صافي هنا كي ساليتهم مباشرة شوفوا كنشد بحال هكا الملوية وكنجبد لها دوك الجنيبات ديالها باش هكا منين نقرصها ما يبقاش داك الجنب كيطير بوحديتو. كنشدو كنجبدو من ومن باش كيجي على الملوية يعني شاد فيها مزيان. صافي وكنقرص في شي صينية بحال هكا بلا ما تشقاو دهنوها حيت هادو فيهم الزبده راهم ما كيلصقوش نهائيا. كندير بحال هكا 6 في اللاطه كنبعدهم على بعضياتهم باش كيجيو متفارقين. صافي غادي نخليهم من بعد ما غادي نقرصهم كاملين غادي نخليهم في هذه المرحله كيختمروا. راه خداو معايا شي نص ساعه، ما كتخليهمش يختمروا بزاف كاع، غير كتشوفوهم طلعوا بحال هكا خليهم شي نص ساعه بحال هكاك غطيوهم وخليوهم تشوفوهم بداو كيتنفخوا. صافي غادي ندهنهم بيضه كامله كندير عليها شويه تاع الخل باش ما يبقاش فيها الزفوريه. هاد البيضه هادي راه زات لي في هاد الكميه هادي كامله. هذه هي الكميه اللي عطاتني 3 لاطات. بالنسبه للطياب ديالهم الا بغيتو طيبوهم في فران كهربائي كتشعلوه من قبل على 180 درجه وكتحطوه في الطبق، او من الاحسن الا كانت عندكم المروحه خدموها وكتحطوه في الطبقه التحتانيه. كي كيتنفخ يبدا يتحمر طلعوه الفوق يتكمل الحميرار ديال الوجه ديالو. انا طيبتهم غير في الفران تاع الغاز كنحطهم الفوق النار تحت منهم. النار كتكون مجهده. كي كنزلهم لتحت كنرد النار بحال الشميعه باش الوجه ديالهم ما كيتخطفش في الحموريه باش كيتحمر على خاطرو. وشوفوا الشكل ديالهم النهائي. شوفوا كيجيو ما شاء الله بحال القطن البنات وكيجيو لذاذ بزاف ما تشبعوش منهم. انا هادو راه معتمدين عندي كنديرهم هكا بكميه كثيره وكنحتفظ بهم في الثلاجه. فوق ما بغيت نجبدهم كنسخنهم وكيرجعوا بحال يلاه دابا عاد طيبتهم. هذه هي الكميه اللي عطاتني تبارك الله ما شاء الله. كديروهم بحال هكا بكميه كبيره وتحتفظوا بهم راكم كتهناو السيمانه كامله. فوق ما بغيتو تجبدوا شي حاجه للكوتي ولا الفطور كتلقاوهم موجودين. هذه الكميه هذه قليله انا غادي ندهنها بالكونفيتير تاع المشماش كيعطيها واحد المذاق الصراحه زوين بزاف. ورشيت عليهم الكوك من الفوق وسيرتو الا كان الكوك نوعيه زوينه راه كيعطي مذاق زوين. اولا ديروا اللوز كونكاسي اولا كوكو كونكاسي. هذا النص الاخر خليته عادي حيت انا بناتي كيعجبهم يبقى عادي. انا كيعجبني مدهون بالكونفيتير بحال هكا وهما كيعجبهم ياكلوه بحال هكا. وشوفوا الشكل ديالهم كيجيو اكثر من رائعين. جربوهم. اي تساؤل ولا شي حاجه ما فهمتوهاش كتبوها لي في التعاليق ان شاء الله نجاوبكم عليها. نخليكم في امان الله وحفظه والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله وبحول الله.